السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. بعد النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل جديد وهو ليجندري اوفرلورد. يلا نبدأ أحداثه على طول. في شتاء شي يونج 616 اتعرضت طوق نسر التلج في مقاطعة شينجهي فجأة لهجوم قوي، وتم القبض على اللورد دونج بو وزوجته، وما بقاش فاضل غير ولاده الاتنين اللي كانوا لسه صغيرين وهم كينج شي وشيو يينج. فضل شيو يينج اتدرب لسنين وترجى المعلم الكبير باي يونزي انه يخلي اخوه تلميذه، وقال له انه هينفذ الشرط المطلوب. سافر لجبل الدمار علشان يدور على قلب ملك ذئب القمر الفضي، ومن يوم ما مشي وكينج شي بيحاول انه يروح له، ونتيجة لكده كان هيقع من فوق جبل الجريد اللي القصر عليه، لولا ان العم تونج لحقه. طلب منه يبطل يعمل مشاكل، لكن كينج شي قال له انه مش عايز اي حاجة غير اخوه بس، وفهمه العم تونج ان اخوه بيعمل لمصلحته لانه عايزه يبقى احسن واحد في الدنيا، وطمنه ان اخوه هيرجع له قريب وهيكون بخير. وكان شين يينج في طريقه لجبال الدمار، وكان الطريق مفهوش غير جماجم وهياكل عظمية. وقفوا العم زونج لينج وقال له انه هيروح معاه. فعلا مشوا مع بعض وطلع عليهم مجموعة من الوحوش، قدر شيو يينج انه يقضي عليهم كلهم. وكان مجموعة من مراقبين العالم من قصر لونجشان قاعدين حوالين بلورات سحرية وشايفين كل اللي شيو يينج بيعمله. ولسه واحد منهم هيأيد اللي حصل له، منعه الشيخ الكبير وقال له ان دي حاجة تافهة ومش مستدعية انها تتذكر في اي مكان. فجالهم الوزير سيان بنفسه، فقال له الشيخ ان زونج لينج وشيو يينج اللي لقبوا النسر التلج في جبال الدمار، وان كل اللي بيدخل المكان ده بيموت ومش بينجو منهم غير عدد قليل جدا، ولو عمل لكل واحد سجل هيبقى عنده عدد كبير جدا من غير اي داعي. لكن الوزير صمم على رأيه، وبص الشيخ على شيو يينج والوحوش عمالة تطرده وقال له انه مش هيعدي عليه يوم واحد حتى. بس شيو يينج كان قوي جدا وفضل يحاول لحد ما قدر انه يقتل كل الوحوش، واخد زونج لينج وكملوا طريقهم. لمحوا شبح قريب منهم فحذروا بعض، وفي استعدوا للقتال عرفوا ان شبح وحشي ليه بورد، وده اصعب من ذئب القمر، وفعلا كان هيقتل زونج لينج لولا ان شيو بينج بعدوا عنه بسرعة، وقالوا انه صعب جدا التعامل مع الوحش ده، وقالوا انه هيشغلوا ويبعدوا عنه على قد ما يقدر. وفعلا فضل يجري والوحش يجري وراه ويهاجمه ويختفي فجأة لانه شبح، وكل ما شيو يينج يجي يضربه ما يعرفش، وضرب الوحش وقعه في الارض واختفى. وفضل على الحال ده لحد ما شيو يينج تعب جدا، بس برضه فضل يقاوم وزحف علشان يوصل لسلاحه، بس بعد خطوتين ما قدرش يتحرك. وقف الوحش على ظهره فنزل الدمع منه على اخوه اللي هيضيع من غيره، وشاف في خياله باب فيه والده ووالدته، وقفلوا الباب في وشه لما شافوه بيقرب. شاف كل القريبين منه وهما بيشجعوه، فقال لنفسه يستخدم قوته وبعد عنه الوحش وسحب السلاح ليه، وقام وقف وكأن قوته اتشحنت من جديد، وبكامل قوته يقاتل الوحش وخلاه يجري منه. وكان العم زونج لينج وصل له ولقى الوحش بيجري في اتجاهه، فطلع سيفه بسرعة علشان يقتله. لقى شيو يينج سبقه وقتله بسيفه، بس من كتر التعب ما كانش قادر يقف، وقال للعم زونج لينج انه مجروح وتعبان جدا، وقبل ما يتكلم اكتر كان وقع على الارض وفقد وعيه. في الوقت ده كان المعلم الكبير باي يونزي بيعمل سلاح جديد وبيضيف لقوته تشكيلات كيميائيه كتيره. دخلت عليه جي رونج، واول ما شافت السلاح اتبهرت بيه وسالته السلاح القوي ده لمين، فقال لها انه للشاب سي باي رونج، لانه مش كويس في الفنون القتاليه وكل شويه يلح عليه يعمل له سلاح يعوض النقص في القوه، لان السلاح لازم يكمل قوه صاحبه. بعدها سالها عن السبب اللي خلاها تدور عليه في وقت متاخر كده. قالت له انها جايه تقول له ان شيو يينج اللي جاله قبل كده راح يدور على ملك القمر الفضي فعلا. فاستغرب جدا المعلم وقال لها انه طلب منه الطلب ده بس علشان يبعدوا عنه، لكن واضح انه شجاع، ولو فعلا قدر يرجع بقلب ملك القمر الفضي فهيقبل اخوه تلميذ بكل فخر، لان اكيد اخوه هيكون شجاع وذكي زيه. بنرجع تاني لشيو يينج اللي سابه لعمه زونج لينج ينام ويرتاح، وقعد جنبه حضر له اكل وشواله لحمه، واول ما فاق اداها اكلها وطلب منه يبطل تهور، لان لو جرى له حاجه وقتها مش هيبقى عارف هيقول لوالده ووالدته ايه بالظبط. فقال لشيو يينج انه دلوقتي اخترق المستوى الاول ومفيش حاجه هتقدر تهدد سلامته تاني. فرح بيه جدا زونج لينج ولقوا غراب جالهم قعد جنبهم وفضل يعمل اصوات غريبه، كانوا فاكرينه جعان، لكن في الحقيقه ان شيوخ قصر لونجشان كانوا مراقبين الموقف من عينيه. وقال الشيخ الكبير للوزير ان شيو يينج فعلا عنده موهبه كبيره، فقطع الوزير وقال له انه بعد كل اللي حصل فهو اكيد يقصد انه عبقري، لكن الشيخ قال له انه مش لازم برضه يتسرعوا في حكمهم عليه، والافضل انهم يستنوا لما يشوفوا اللي هيحصل في الاخر. وكان شيو يينج بيقول لعمه انه حط خطه للقبض على ذئب ملك القمر الفضي من غير ما يتاذوه، بانهم يقتلوا الملك الاول فهتنهار باقي الذئاب وتهرب. كان العم فرحان بيه جدا انه قادر يفكر ويخطط،
وأول ما النهار طلع راحوا على هناك، بس الخطة ما مشيتش زي ما كانوا راسمين لها، لأن الذئاب أول ما شافتهم هجمت عليهم، وكانوا كل ما يقتلوا منهم شوية يظهر غيرهم. فسابهم شو ينج لعم زونج لينج وراح هو للملك، وبعد قتال طويل قدر إنه يقتله ورجع تاني لعمه وساعده. ولما جت الذئاب تهرب سابهم مع إنه كان يقدر يقتلهم، واخد ملك القمر الفضي ورجع مع عمه وقال انه كل هدفه انه يلاقي رمز الحديد الاسود ويسلمه لقصر لونجشان علشان يعرف منه سبب اعتقال والده ووالدته. وبنتعرف على جاين يين، وده شخص سيء ومجرم خلى الاتنين الطباخين بتوعه يتقاتلوا لحد الموت علشان يتفضل منهم واحد بس، وده كان موجود في طريق شيو يينج وزونج لينج. واول ما عرف انهم قريبين خرج مع كل رجالته باسلحتهم والتف حواليهم علشان يقتلوهم، واخدوا منهم جلد وقلب الذئب. طلب شيو يينج من عمه انه يسيبه هو عليهم، اداله الحاجه اللي معاه علشان يقتلهم، فسخروا منه. وقال له جاين يين انه ممكن يسامحه لو سلم كل الكنوز اللي معاه وركع على ركبته وطلب السماح. افتكر شيو يينج الماضي واللي حصل من 10 سنين لما جاين يين هجم على المدينه وحرقها كلها، وفي العم زونج لينج يقتله بس ما كانش قادر عليه، وقع منه السلاح بتاعه ولسه هيقتله. كان مقاتلين نسر الجليد وصلوا بقياده العم تونج، وفي كلهم قتلوه لحد ما هرب. فشيو يينج من ذكرياته قال له انه اتدرب طول حياته علشان يبقى مستعد ليه لما يقابله. فعلا وصل له وقال له بصفته حارس مدينة نسر الجليد فهيحكم عليه بالإعدام علشان جرايمه. فعلا طعنه بسلاحه في قلبه لحد ما مات. ولما الوزير سي يانج شاف اللي حصل قرر انه ينشر الخبر في كل مكان، وبعت الغربان كلها برسائل، ومنهم رسالة وصلت للمعلم الكبير اللي كان عنده كونج هاي علشان يطلب منه يخلي بنته يويا تلميذة عنده، بس المعلم الكبير رفض. وهم خارجين من عنده سمعوا اسم شيو يينج في الرسالة، فقرر كونج هاي انه يروح له مدينة نسر الجليد. بنرجع تاني لشيو يينج اللي دخل بيت جاين يين وسيطر على كل رجالته، وطلب منهم يرجعوا الكنوز اللي سرقوها من كل المدن. فجأة حس ان في حاجة غريبة وكأنه واقف وسط عيون شيطانية، فخاف جدا واخد العم زونج لينج معاه وطلع يجري وقال له ان المكان شرير جدا. فعلا ظهر تمثال عملاق من الجبل فيه الروح، وقال ان شيو يينج حس بوجوده. بنشوف كينج شي وهو لسه واقف مع العم تونج مستني وصول شيو يينج، بس الجو كان برد جدا لدرجة ان جاله زكام. طلب منه العم تونج انه يدخل والا هيمرض اكتر. وجي واحد من الحرس بلغ العم تونج ان كونج هاي جاي يزورهم، فنزلوا العم تونج، ولما شافه قال له انه كان فاكره نسيهم من زمان لان بقاله كتير جدا ما جالهمش، وده من وقت ما كانوا في ورطة واحتاجوا له واستخبى منهم. وحب كونج هاي يبرر له انهم كانوا ضعاف وما حبش يدخل هو وعيلته في معركة هو مش قدها. فقال له العم تونج الحقيقة، وهي انه مش عايز يعادي عيلة مو يانج علشان ما يتحرمش من فلوسهم. في اللحظة دي كان شيو يانج رجع مع العم زونج لينج، وراح كونج هاي يسلم عليه. فسأله شيو يانج عن سبب زيارته ليهم، قال له كونج هاي انه كان فاضي، فقالوا انه لازم يطمن على ابن اخوه وانه جايب معاه بنته يويا، وقال له انهم صغيرين كانوا متفقين هو ووالده انهم يجوزوهم لبعض. فسابوه وخرجوا. وكان العم تونج مستغرب ان شيو يانج سابه يقعد في القلعة بعد كل اللي عمله معاهم زمان، ففهموا شيو يانج ان بس مش عايز يصفي الحسابات القديمة دلوقتي. وراح لاخوه، واول ما كينج شافه كان مش مصدق عينيه وجري حضنه. كان معاه يويا وهي كمان سلمت عليه وطلبت منه ياخدها معاه عند المعلم باي يونزي. كان كينج شي هو كمان اتصاحب عليها وحبها، وترجى شيو يانج انهم ياخدوها معاهم. وكانت جي رونج بتتدرب وبتزود النار، فكانت هتوقع النار وهتحرقها، لولا ان كينج شي وصل في الوقت المناسب وانقذها بسيطرته على الحريق. وقرب من المعلم باي وشكره، وجات له جي رونج هي كمان شكرته. وقدم شيو يانج قلب ملك ذئب القمر الفضي للمعلم باي. فقال له المعلم باي ان ليه طلب تاني سخيف منه. اعترض كينج شي وقال له انهم نفذوا له طلب ومفيش داعي لاي طلبات تانية. سكته شي يانج وطلب منه يتكلم بأدب مع المعلم، بس كينج شي كان خايف عليه من اي مخاطر تانية، وقال له انه مش عايز يبقى تلميذ اي حد، وكل اللي عايزه انه يفضل جنب اخوه. قال المعلم باي انه سعيد ان تلميذه هيبقى طيب وحنين، وقال لشيو يانج ان اعدائهم عمالين يزيدوا، علشان كده طالب منه يديله جبل من مدينة نسر الجليد يستقر فيها ويبقى مخفي عن العالم. فوافق شيو يانج واخده على هناك، واستخدم المعلم باي النقل الآني ونقل البرج بتاعه هناك علشان يعيش فيه. ووقف شيو يانج قال للمعلم ان والده ووالدته محبوسين في مكان محدش يعرفه، ومن وقت ما مشي وكينج شي ما بعدش عنه ابدا، وعلشان كده هو خايف عليه. طمن المعلم باي وقال له انه ما كانش يعرف ان كونج هاي وبنته تبع النسر الجليدي، وعلشان كده هيوافق ان ياخدها تلميذة عنده هي كمان بعد ما كان رافضها. واخده ودخل لباقي التلاميذ وبدأ درسه معاهم. ونصح جي رونج انها تبطل تهور، قالت له انها مش متهورة لكن عايزة كل حاجة في العالم تبقى تحت ارادتها وبس. قال لها ان الكلام اللي بيقوله لها لازم تتعلمه هي وكل الموجودين، وطلب من كينج شي ويويا انهم ينتبهوا لكلامه ويتعلموا بسرعة.
بص شيو يينج لاخوه وقال له انه بيكبر، وكان فرحان انه حافظ على الامانه اللي سابها له والده ووالدته. وراح كينج شي لجي رونج وقال لها ان من النهارده هيبقوا اخوات، واخدها وفضلوا يلعبوا ويويا تجري وراهم لحد ما تعبت وقفت ترتاح، ودخلت لشيو يينج تتكلم معاه. لقيته رايح لحفله فاخدته لاوضتها وقالت له انهم طول عمرهم اخواته بيلعبوا مع بعض، وهو كمان قال لها انه ساعدها لانه عارف انها موهوبه وكان عايز يسيب اخوه مع حد يبقى مطمن عليه معاه. وما بيتكلموا جال واحد من الحرس ان في واحد اقتحم البرج وعايز يقابله. طلب منه شيو يينج انه يحمي كل الموجودين في القصر، وراح هو يشوف الضيف. وكان كل الكبار والحراس مستنيين مع الضيف، واول ما وصل له شيو يينج وقف الضيف عرفه بيه، وطلع هو الوزير سي يان صاحب برج لونجشان. وان اول ما سمع انهم عاملين حفل جه علشان يحضرها معاهم، ومعاه هديه وهو رمز القائد الحديدي الاسود، واداه لشيو يينج. فاخدوا منه شيو يينج وافتكر لما كان طفل وسال العم زونج لينج ان كان يقدر ينقذ والده ووالدته، فقال له ان ده هيحصل لما يبقى قوي ومعاه رمز القائد الحديدي الاسود. واخد الوزير كلمه على انفراد وقال له انه عايز ينصحه بحاجه، وطلع رسالتين قال على واحده انها تصنيف جبل التنين والتانية تصنيف شفرة الدم، والتصنيفات دي بتتم بناء على المعلومات اللي بيتم جمعها في برج لونجشان. وتصنيف شفرة الدم ده لكل القتلة، وواحد فيهم هو شانج بانج واللي بعده على طول هو سيل يانج. وادى التصنيفات دي لشيو يينج وقال له انه يقصد يديها له علشان بس يفكروا انه بالرغم من قوته بس اسمه مش موجود في القائمتين، وقال له انه عشان يكون اقوى لازم يخلي لنفسه قيمة اكبر مقابل فوائد كتيرة. ورجع شيو يينج البيت وقعد يفكر في كل الكلام. ولما اخوه جاله وقال له انه هيمشي لمدة يومين لانه يعالج اصابات جسمه من الرحلة اللي كان فيها، كان اخوه زعلان جدا انه عانى بسببه، وطلب منه ما يخاطرش تاني علشانه لان كفاية عليه انه اتحرم من والده ووالدته ومش عايز يتحرم منه هو كمان. قال له العم زونج لينج ان شيو يينج بقى معاه رمز الحديد الاسود وقريب جدا هينقذ والدهم ووالدتهم. طلب من شيو يينج انه يحكي له على اللي حصل ليهم بالظبط. قال له العم زونج لينج ان من 20 سنة هو خرج هو ووالده في مهمة لصالح عيلة مو يانج علشان يدوروا عن بنت هربانة من عيلة مو يانج اسمها شياو يو يرجعوها لهم. فعلا وصلوا لها وكانت مستخبية من الوحوش هي وتونج لانه كان مجروح، واول ما شافت والده حبوا بعض من اول نظرة واتجوزوا وجابوه هو واخوه، وفكروا ان عيلة مو يانج خلاص نسيتهم وهتسيبهم يعيشوا في سعادة. بس ده ما حصلش. وفي يوم جالها اخوها مو ينج شين وطلب منها ترجع معاه بهدوء. قالت انها بتحبه وبتحترمه وكمان بتحب جوزها واولادها ومش هتتخلى عنهم. وقتها تحول اخوها لشخص من غير قلب وهاجمها بكل قوته وما قدرتش تصد ضرباته ابدا. طار ليه علشان يواجهه بعيد عنها ويحميها بس برضه ما قدرش عليه واتضرب ووقع. ولا شي ينج جه وقف يتفرج عليهم فطلب منه يرجع للقلعة علشان ما يتأذيش، بس للأسف ضربهم مو ينج شان ضربة أذى بيها الكل بما فيها شيو يينج. وخافت عليه والدته فقالت لمو يانج شان إنها تمشي معاه بس ملوش دعوة بابنها، لكن لو فكر يجي جنب ابنها هتقتله لحد النهاية. حذرها وقال إن كل الموجودين مش هيقدروا عليه وهو مش عايز يدمر القلعة كلها، فالأحسن ليهم إنهم يوقفوا القتال. طلبت شياو يو من زونج لينج وتونج إنهم يخلوا بالهم من ولادها. كان شي يينج واقع في الأرض جنبها وفقد الوعي فودعته، وحبس أخوه في بلورة وليه في بلورة تانية وأخدهم ومشي. ولما شيو يينج فاق بقى يتدرب وكل هدفه إنه ينتقم من عيلة مو يانج وينقذ والده ووالدته، وبننتقل لوالدته اللي كانت كل ده عايشة في زنزانة لوحدها وبتدرس وبتتدرب على السحر. راح لها أخوها وادالها الكتاب اللي طلبته وقال لها إن كان قدامها فرصة للخروج من السجن لو كانت اعترفت بذنبها وقطعت علاقتها بليه وولادها، لكنها رفضت. فقال لها أخوها إن مفيش حاجة في إيده يقدمها لها غير الأكل والشرب وعدم التعذيب. ولما سألته عن ليه قال لها إن الأحسن إنها ما تعرفش حاجة عنه. كان ليه هو كمان في السجن بس كل يوم كان لازم ياخدوه يضربوه لحد ما هيبقى خلاص بيموتوا، بعدها يعالجوه علشان يعرفوا يعذبوه تاني وينتقموا من العار اللي سببه لعيلة مو يانج وهيفضل ملازمهم طول العمر. وبنرجع تاني لشيو يينج اللي قال له إنه هيكسر قواعد الإمبراطورية وهيرجع والده ووالدته. وفعلا مشي وقال كينج شي إنه لازم يتدرب ويبقى قوي علشان يقدر يساعد أخوه. فضل يتدرب من ناحية وشو يينج من ناحية تانية، وراحت يويا قعدت معاه وقدمت له البسكوت اللي بيحبه. جالهم العم تونج قاطع كلامهم وفي ايده مرسوم الامبراطورية اللي كتبه قصر لونجشان وفيها اخبار الامبراطورية اللي طلبها من الوزير سيان. وبمجرد ما شي يينج فتح الرسالة عرف انهم بيعذبوا والده لحد الموت. قال لشي يينج انه يروح للوزير لانه اكيد عنده حل اللي بيحصل. فعلا راح له فقال له الوزير ان فعلا عنده طريقة ينقذ بيها والده، لكن قواعد اللعبة بتقول ان مفيش حاجة ببلاش. قال له انه هيبعته له مهمة ملهاش علاقة بقصر لونجشان وخطر جدا، فوافق عليها شيو يينج من غير ما يعرفها وقال له انه مستعد يعمل اي حاجة ينقذ بيها والده. فشرح له الوزير سيان المهمة وقال له
إن في رحلته للجبال الدمار قضى على رجل عصابات كبير، بس خلى معظم رجالته تهرب، وفي منهم اللي كمل أعماله الإجرامية في جبل تشو يونج، وطلب منه إنه يقضي عليهم. حذره إن الطريق ليهم هيبقى مليان بالوحوش عالية المستوى. وكان شي يينج مستغرب ليه الوزير ما يبعتش حد تبعه في مهمة بسيطة زي دي، أو حتى يستخدم علاقاته ويخلي معارفه تسلموا المجرمين دول. قال له سيان إنه مش حابب كده، وفي المقابل هيديله مكافأة كبيرة وممكن يتخلى عنها مقابل إنه ينقذ والده. فوافق شي يينج وقال له إنه هينفذ المهمة، وراح ودع أخوه الباقيين. كان المعلم زونج لينج عايز يروح معاه، لكن شي يينج رفض وقال له إن بقى معاهم ناس لازم يحميهم ويهتم بيهم، علشان كده لازم يستنى معاهم. وطلب منه هو ويويا إنهم يخلوا بالهم من كينج شي. وقبل ما يبيع بحصانه ندت عليه يويا وادت له تميمة سحرية علشان تبعد عنه الشر، وطلبت منه يرجع لهم سليم. ومشي شي يينج ودخل غابة الجليد، وهو ماشي لقى شخص مقتول. بعدها سمع صوت بنت بتستنجد بأي حد، فجري عليها وضرب الشخص اللي كان هيقتلها، ولسه بتشكره وسابها ومشي بسرعة لأنه سمع أصوات تانية. وصل لقطاع الطرق اللي كان بيدور عليهم، وأول ما شافوه طلبوا منه ينقذهم لأن الساحرة القديمة بعت ناس تأذيهم. ولسه بيفهم منهم كان شيطان الرياح وخطيبته وصلوا وقتلهم، وقال لشي يينج انهم فرستهم هما. وبمجرد ما لقى شي يينج بيحضر سلاحه وخلى خطيبته تجري عليه، وحطت السلاح على رقبته وجرحته جرح صغير، وقبل ما تأذيه اكتر قال لها انه مستسلم. واول ما شالت سلاحها هرب منها واخد الصندوق اللي كان مع قطاع الطرق وهرب بيه، وقال ان ده صندوق حياة والده ومهما حصل مش هيتخلى عنه. فضل يجري وشيطان الرياح وخطيبته يجروا وراه لحد ما وصلوا لنهاية الجبل. طلبوا منه يسلمهم الصندوق، بس هو فضل انه يقع من الجبل، وفعلا رمى نفسه. فضل انه يستخدم سلاحه ويحاول انه يوقف نفسه لحد ما نجح، وبعد الصندوق للوزير سيان ورجع للقلعة بتاعته علشان يسترد صحته. فبعت له سيان رسالة قال له فيها انه مش هيخلف وعده معاه، واتفق مع الطبيب اللي بيعالج والده انه بيعمل نفسه بيعذبه، بس في الحقيقة هو بيساعده ومش هيعذبه تاني ابدا. وقال له كمان في الرسالة ان والده ووالدته عرفوا ان هو السبب في ده واكيد فخورين بيه. دلوقتي الموضوع ما انتهاش لحد كده، لكنه مستنيه في تنفيذ مهام تانية جديدة لحد ما يوصل لمكانة عالية جدا. وفعلا فضل شي يينج ينتقل من مهمة للتانية وكل مرة ينجح بجدارة. وعدت الأيام وكبر كينج شي وهو كمان قوته زادت، وكان عدى 6 سنين كاملين على تعاون شي يينج مع قصر لونجشان. ولما وصل القصر قال له سي يان انه اختار ليه مهمة برونزية، وشرح له هي عبارة عن ايه. وقال له ان له وايرو من مدينة كوتاي مشتبه فيه ان يكون من اتباع الشر وطائفة الشيطان، فهيبعت له 5 رجالة يتسللوا للقلعة في السر علشان يقبضوا عليه، ويخليه واحد منهم. وعرف على الأربعة الباقيين وهم شي يونج وهو المسؤول عن المهمة، وسي برونج وسايد تانج. الشخص الرابع هيسيبه يتعرف بيه لما يقابله، وطمنوا انه كلهم من المستوى البرونزي، يعني مستواهم اعلى منه. قال انهم بيحضروا خطة ويتحركوا على طول بالقارب على هناك. ولما راح لهم شي يونج لقاهم عمالين يتخانقوا على مين فيهم يمشي كلمته على التاني. فجأة حسوا ان القارب بينهار بيهم، ولما طلعوا على سطح القارب يشوفوا ايه اللي بيحصل لقوا السفينة في خطر. وصلت شركتهم الخمسة وكان اسمها جينكيو، طلبت منهم ينطوا من السفينة، فسمعوا كلامها وحطت كل واحد منهم في بلورة حماية لوحده، بس للأسف اتصابت ووقعت. فجري شي يينج عليها علشان يلحقها. ولما وصل الأرض طلب من العدو اللي عمل فيهم كل ده إنه يظهر له، وفعلا ظهر وطلع شخص قوي جدا. فوقف شي يينج واجهه وهجم عليه بسلاحه، لكن العدو اختفى فجأة. وجي تانج وقف ساعده وقال له إن العدو ده بيستخدم الوهم فلازم ياخدوا بالهم. وجالهم تاني العدو وقال لهم إنه يمشي، بس لسه الموضوع بينهم مخلصش. على كده مشي شي وبينج هو وتانج علشان يدوروا على الباقيين. كان في مجموعة مقاتلين محاوطين جينكيو علشان يقتلوها، بس لحسن الحظ إن شي يينج وصل وضربه وقعد ساعدها في علاج جرحها. وكانوا الباقيين كمان وصلوا وقعدوا كلهم استنوا لحد ما جينكيو استردت قوتها بالكامل ووقفت بعد كده مستعدة. في الوقت ده كان قصر لونجشيان اكتشفوا انهم فقدوا الاتصال مع السفينة الطايرة، وراح الشيخ بلغ سيان بالهجوم اللي حصل على القارب. فتعصب سيان وامره انه يبعت قارب تاني علشان حتى يعرفوا يرجعوا بيه. وبنرجع تاني لشي يينج والباقيين، وقال لهم ان له وايرو شكله قوي جدا، ده غير انه اكيد كان عارف انهم هيوصلوا له، علشان كده دمر السفينة وبعت الحراس تقتلهم. بدأوا يتناقشوا مع بعض ويشوفوا هيدخلوا ازاي القلعة، لحد ما اخيرا اتفقوا انهم يواجهوا الموضوع بكل شجاعة. وتولد جينكيو المهمة دي ووقفت قدام بوابة القصر، قالت انهم جايين يقبضوا على له وايرو، وطبعا ان اللي حصل طبيعي يحصل لان في حرب بينهم وبين كل حراس القصر ده، غير قوى الشر اللي كانت بتحارب شي يينج واللي معاه. ومع كل ده قدر انهم يقضوا على كل الحراس، واستخدمت جينكيو صور الرياح بتاعتها للتعابين التلجية العملاقة وخلت الحراس يهربوا من الخوف. واخيرا دخلوا القصر، وراح رئيس الحرس اعتذر لله وايرو وقال له انه قلل من شأن العدو، علشان كده وصلوا لحد جوه، لكن طمنوا ان القصر مليان فخاخ ومش هيعرفوا يخرجوا منها حقيقيين ابدا.
فقالوا له وايرو انهم لو خرجوا بسلام من القصر فهيعاقبوا هو، وطلع حجر الماء واداه للوزير والحراسين اللي معاه، وده خلاهم اقوياء جدا وحذرهم بانه مش عايز اي غلطه. كان شي يينج والباقيين لسه ماشيين في القصر مش لاقيين حد قدامهم خالص لحد ما وصلوا الفخ، وكان سي برونج هيتأذي منه، فجري تانج بعده وعمل بلورة حماية واخد كل الضرب في البلورة، بس البلورة ما كانتش هتستحمل للأبد. بدأوا يفكروا في حل علشان ينقذوه من صعقات البرق دي، فقال شي يينج انه سريع جدا ويقدر يوصل للكرة ويطفيها منها، فحذروه ان جلده هيتشوي لو البرق لمسه، بس هو طمنهم ان كل حاجة هتمر بسلام. جري على مكان الكرة ونجح فعلا، والكل جري يطمن على تانج ما عدا سي برونج، كان همه على سلاحه، ولقوا ملفوفة لتعويذات سحرية ظهرت لهم فدتها جينكيو لشي يينج، قالت له ان من غيره ما كانوش نجحوا. ما كانش شي يينج عارف قيمتهم، فقالت له جينكيو انهم نادرين جدا ولو مش عاوزهم يبقى يديهم لاخوه اكيد هينفعوا. وفي تانج شكره، لكن ادب واخلاق شي يينج خلاه يقول له انه ما عملش حاجه ليها قيمه كبيره، وعرف كبير الحرس انهم نجوا من اول فخ، ومع ذلك ما اتضايقش، بالعكس فرح علشان يتعرضوا لعذاب الفخ التاني. فعلا وصلوا له، كان عباره عن اسلحه حاده كتيره نازله عليهم من كل اتجاه، فضلوا يصدوها ويجروا لحد ما وصلوا لممر امان، وبرضه وصوا بعض بالحذر. كان سي برونج قال لهم ان مفيش داعي لكل ده، وراح فتح الباب بمنتهى التهور وهو بيقول عليهم انهم مجموعه من الجبناء، وخرج من الباب ده ضوء قوي جدا فخب وشهم، ولقى شي يينج نفسه مع اخوه ووالده وعرف انه حلم. فعلا ضحك كبير الحراس وقالوا انهم اكيد محبوسين جوه السحر ومش هيخرجوا منه ابدا. وكان شي يينج لقى نفسه في المدينه مع والده ووالدته والكل، وطلع التميمه اللي اديتها له يويا، ومجرد ما لمسها كل حاجه حواليه اختفت، ولقى نفسه جوه مكان شبه المتاهه، وباقي الناس اللي كانوا معاه باصين لمرايه الفضاء وتايهين في عالم الوهم ما عدا جينكيو. قالت له ان التميمه اللي معاه انقذته، هي كمان ما تاثرتش لانها متدربه على علم السحر كويس. طلبت منه يساعدها علشان ينقذوا الباقيين ويخرجوا من المكان ده. رمت عليه كورة سحر علشان يكسروا بيها المرايه، فلقى شي يينج نفسه جوه خيال المسحورين من المرايه، وفضل يحاول يفوقهم من العالم المزيف ده. وكان رئيس الحرس وصل لجينكيو ووقف يحاربها علشان يمنعها من اللي بتعمله. فضلت تقاومه لحد ما الباقيين فاقوا ووقفوا كلهم يقتلوه مع بعض، وبرضه ما كانوش قادرين عليه بفضل قوة حجر المية اللي أخدوه. جري سي برونج لجينكي وطلب منها تحميه، كان هو أكتر شخص ضعيف وجبان، فقرر كبير الحراس إنه يأذيه أول واحد ورمى عليه سهام ثلجية، فجري تانج وأخدهم مكانه. وهو فاقد وعيه واستغل كبير الحراس انشغالهم معاه واختفى، وقعدت جينكي وتعالجه، فقال لها سي برونج إن مفيش داعي تضيع طاقتها الروحية عليه والأفضل إنها تعالجه هو، وكانوا خلاص اتخنقوا منه من طريقته، فمسكوا مسؤول المهمة علشان يضربه، لكن تانج نادى عليه وقال له إن سي برونج عنده حق لأنه خلاص بيموت. رد عليه شي يينج وقال له إنه مش هيسيب صديقه يموت، فقال له تانج إنه مش إنسان طيب زي ما ظاهر لهم، لكن كان قاتل وفي رقبته دم ناس كتيرة قتلهم وهو لسه صغير. فحكى لهم وقت ما سي يينج جابه هو وسي برونج وقال له إنه يقدر يبقى حر بدل ما هو عبد عند تانج، وبعته للمهمة دي وقال له إن بعدها هيبقى هو وعيلته أحرار. بس تانج اختار إنه يحمي سي برونج علشان يضمن المعاملة الكويسة لبنته. ومات تانج بعدها، وكانوا كلهم مش طايقين سي برونج ابدا وعايزين يموتوه، بس في الاخر قالوا له انهم مش هيعملوا كده بس علشان تانج، واخدت جينكي وجثة تانج معاها، مش هما التلاتة وسابوا سي برونج لوحده. حاولوا انهم يخرجوا من المكان فوصلوا لفخ جديد وهو طريق عميق جدا نزلوا، ولقى في اخره 5 مصفوفات بالوان مختلفة، فقال عليهم لجينكيو وقالت له على ترتيب يدوس عليهم بيه، فظهرت السلالم وقدروا انهم ينزلوا بامان، ولقوا رئيس الحرس واقف مستنيهم. فرحوا انهم لقيوه اصلا علشان ينتقموا من اللي عمله في صاحبهم تانج، بس كان معاهم الحرس اللي واخدين معاه حجر الميه، وفيهم الثلاثه قصادهم، وقال لهم رئيس الحرس انهم لو عايزين ينجحوا لازم يستسلموا لقوه الشيطان. بس اللي حصل ان الساحر الاسود اتقلب على الساحر الشرير، ولقوا دخان اسود من الشيطان الملك دخل قضى على الحراس، وفي يينج قتل الرئيس لحد ما انتصر عليه، ولسه هيقضي عليه لقى سي برونج جه وعايز هو اللي يقتله على الجاهز علشان ينسب الفضل لنفسه، وتهوره ده خلى رئيس الحرس يكتفه وياخده رهينه. قالوا له يا ريت لو يقتلوا علشان يريحهم منه، جه شي يينج وقتله مره واحده وحرر سي برونج، وقال له ان محدش مهتم بيه وانه عمل كده بس علشان ياخد حق تانج، ودخلوا القاعه للوهوايرو. هجم عليه شي يينج وقال له انه قدامه خيارين، يستسلم او يموت، لكن لوهوايرو قال له ان عنده خيار ثالث، وخرج له الملك الشيطان بنفسه، وطبعا اتجمدوا في مكانهم من الخوف. لكن علشان نعرف هل شي يينج واللي معاه هينجحوا ولا لا وايه اللي حصل ليهم، يبقى لازم تتابعوا الحلقه اللي جايه. كده خلصت حلقتنا النهارده. لو عجبتك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.